دبس الرمان احنا عارفين ان احنا بنحطه في مشويات وفي اكلات كتير، ويا سلام مع ورق العنب بجد تحفة. فقلنا النهاردة نعمله مع بعض زي ما هنشوف دلوقتي ايه القوام بتاعه، وكمان حاجة ضامنينها في البيت، والرمان دلوقتي كتير جدا منه. يلا بينا علشان نشوف بيتعمل ازاي. جبت 2 كيلو من الرمان وفصصته، وبعد كده شطفته تمام وحطيته في الخلاط. وطبعا مش بنحط له ميه خالص لان هو مش بيحتاج، مجرد ما بنيجي نعصره على طول بيتعصر معانا. وبعد كده بنجيب مصفى، بس يا ريت المصفى تكون ضيقه جدا علشان ما تنزلش بذر ولا لو في الرمان بيكون برضو لسه في حاجات ما اتعصرتش جامد، دي برضو ما تنزلش معانا. ولو عندك شاشه يا ريت جدا جدا، هتساعدك قوي وتخليكي تعصريه كويس جدا من غير ما ينزل معاكي اي حاجه. بس كده وهنصفيه كله. وهنجيب دلوقتي بعد ما هنصفيه نص مج من الليمون ومج كامل من العسل. بس يا ريت العسل نكون ضامنين الجودة بتاعته، علشان برضو بعد ما نخلص الدبس الرمان بتاعنا نضمن ان هو هيكون معانا زي بتاع بره بالظبط. بعد ما هقلبه هحطه على النار ونار عالية، بنعلي النار عليه مش بنوطيه. وبعد كده بنجيب مصفى زي ما احنا شايفين، وبنشيل الريمة بتاعته اللي بتطلع منه. لو ما شلتيش كده على طول لا تخلي بالك علشان ممكن يفور، ولكن طالما بتشيليه ما تقلقيش، وخلي النار عالية جدا عليه لغاية لحد اخر وقت، ومش هيفور منك خالص طالما شايله الريمة زي ما احنا بنعمل دلوقتي. هنفضل زي ما احنا شايفين كل ما بنلاقي الريمة بنشيلها تمام، ودي خلاص طبعا مش بنحتاجها. وبعد كده النار زي ما احنا قلنا بتكون عالية، فلو لقيتي اي شوائب نزلت اللي هي يعني البذر تشيليها بالمصفى التاني عادي خالص. عشان كده بقول الشاشة بتكون بصراحة افضل كتير. بس كده وهنفضل معليين عليها تمام. وبعد كده اول ما هلاقي الفقاقيع اللي احنا هنشوفها دلوقتي زي ما احنا شايفين مش هيفور ولا يحصل حاجة علشان خلاص شلنا الريمة زي ما قلنا. احنا كده شايفة الفقاقيع دي يعني كده خلاص هو داخل على السوا اللي احنا فيها دلوقتي، دي كده خلاص داخل على السوا. بعد شوية طبعا هيقل كتير وبعد كده هتلاقيه خلاص استوى. اول ما بنلاقي كده بنكون عارفين ان هو خلاص كده خلاص هو فعلا دخل في السوا، وفعلا بقى خلاص دبس رمان. فبطفي عليه. هنشوف دلوقتي القوام بيكون اخف من ان احنا هنشوفه بعد شوية علشان طبعا لسه سخن، لكن مجرد ما هنطفي عليه وهيبرد هنشوف دلوقتي زي ما احنا شايفين دلوقتي. بعد ما طفيت عليه على طول وبرد بقى اللون وبقى القوام بتاع بره بالظبط زي ما احنا شايفين. وبعد كده بتجيبي اي ازازة عندك بتكون نظيفة وناشفة ما فيهاش مية من جوه خالص، وبعد كده بنحطه في التلاجة. بيفضل وقت طويل جدا لسبب لان احنا حاطين له عسل وحاطين له ليمون. الليمون بيحافظ على الحاجة اللي احنا بنحطها لان احنا مش حاطين كمية قليلة. وبكده خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة في اكلة بمزاج مع توتة.